أعزائي الرجال لسه كل جديد. النهارده موضوعنا مهم جدا. شاب من ذو الهمم والإعاقة حابب يعرض مشكلته على السادة المشاهدين. يلا بينا نشوف حكايته. من داخل قرية كفر الحمام مركز الزقازيق محافظة الشرقية، ويلا بينا نشوف مع بعض. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في أولى حلقات برنامج حياتنا النهاردة. والنهاردة موضوعنا مختلف جدا عن شاب من ذوي الهمم والإعاقة، حابب إن هو يوضح صوته ويوصل صوته للسادة المسؤولين. شاب ما بيطالبش من أكتر من حقه، هو نفسه بس إن هو ياخد المعاش بتاعه، معاش المصابين. فهو حابب إن هو يوصل صوته لأكبر عدد من الناس وأكبر عدد من السادة المشاهدين. وزي ما احنا عارفين إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعم ويكرم ذوي الهمم والإعاقة والقدرات الخاصة. فيا ريت تشوفوا معانا حالة أدهم. يلا بينا نشوف مع بعض. ممكن نتعرف بيك؟ أنا اسمي أدهم محمود جمال. أدهم، هسألك كده في الأول، أنت عندك كام سنة؟ عندي دلوقتي 29 سنة. احكي لنا بقى امتى حصلت لك الحادثة، واحكي لنا عن الحادثة بشكل عام. ان حصل باختصار عن الحادثة، ان فاكرين ماتش الاهلي والمصري واللي حصل في بورسعيد وكده؟ ايوه طبعا. ساعة الماتش كان ليا واحد صاحبي اسمه علاء بيومي، كنا متفقين ان احنا نروح الماتش انا وهو، وبعد كده حصل ظروف راح لوحده، وبعد كده تاني يوم جالنا خبر وفاته من مذبحة بورسعيد واللي حصل في الماتش واللي حصل في الاستاد وكده. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. فنزلنا تاني يوم متظاهرين اللي احنا عايزين نجيب حقه، يعني نشوف حق الناس اللي ماتت ديت. واول لما نزلنا طالبنا بحق الناس اللي توفت والناس اللي اتصابت في الماتش. وبعد كده جات لي الطلقه، معرفش جات لي منين، بس هي جات لي من اتجاه الداخليه، يعني جات لي الطلقه في جسمي كله، بس جنبليتين في عيني. حابه اوضح للناس ان ادهم اصلا مش كان بيعاني من اي اعاقه خالص. لا، انا كنت مبصر عادي، وكنت ثانوي فندقي، وكنت شغال عادي، وبعد كده الحادثه اثرت بالعمى. ايوه. طب قولي لنا بقى، اول ما فقت من الحادثه وانت الدكاتره قالوا لك ايه، ولا ايه اللي كان موجود ساعه الحادثه؟ هو انا اول لما دخلت القصر العيني قالوا لي حاجه بسيطه وكانوا بيطمنوني، بس انا كنت حاسس بألم شديد في دماغي وفي عيني. وبعد 3 ايام من الافاقه في القصر العيني لقيت ان كل اللي في العنبر موجودين معايا في القصر العيني كلهم عندهم عمى. فقالوا لي ساعتها اللي انا فقدت عيني، يعني كان ساعتها دلوقتي سني 19 سنه، وقالوا لي انا فقدت عيني. رد فعلك كان ايه يا ادهم؟ كنت منهار الحقيقه جدا، وكان سني 19 سنه، وكنت حاسس بالانهيار شديد. بس بعد كده اتأقلمت على الوضع. هعمل ايه؟ بكيت شويه وحزنت شويه، بس